النهارده معانا 3 خطوات عشان تكون واثق من نفسك، والخطوات دي لو طبقتها هتكون ثقتك بنفسك كاريزمية ومذهلة. أهلا بيكم، معكم مروة الإبياوي مدربة الدوبلاج والتحدث الجماهيري. أول خطوة معانا وهي إنك تنتبه اللي بتقول لنفسك إيه القصة اللي بتحكيها لنفسك. انتبه كويس قوي للي بتقوله بعد أنا فاشل، أنا ناجح، أنا ذكي، أنا غبي، أنا محبط. كتير من الناس بيتكلموا بطريقة سلبية وما بينتبهوا للكلام اللي بيجي بعد أنا. لو غيرت قصتك وخليت القصة أكثر إيجابية، خليت المصطلحات اللي أنت بتتكلم بيها كتير قوية، تلاقي نفسك واثق جدا من نفسك بعد ما تغير الستوري بتاعتك. تاني حاجة هي وضعية الجسد. وضعية الجسد يعني الجسم يكون كتير مستقيم، يكون واحد مستقيم، الجسم ما يكونش فيه تايتنس، يكون مفرود، الجسم يكون فيه اوبنس، قوة، يكون فيه انفتاح على الآخر، يكون فيه مساحة عشان تبين للآخر إنك عايز تعمل vocal projection، يعني تظهر للناس كلهم صوتك من خلال إظهار جسدك. نروح بقى لثالث نقطة وهي طبقة الصوت اللي بتتكلم بيها. يعني أنا لو اتكلمت بطبقة عالية أنا كده مش واثقة من نفسي. لازم تتكلم بطبقة كتير هادية وإيقاع بطيء. الدراسات بتقول إن اللي بيتكلم بإيقاع بطيء هو شخص واثق من نفسه، والدراسات كمان بتقول إن اللي بيتكلم بطبقة كتير هادية هو إنسان واثق من حاله. اتدرب على الطبقة الهادية وعلى الإيقاع البطيء، وإن شاء الله بإذن الله مع تطبيق ال3 خطوات هتصير ثقتك بنفسك في السماء. أشوفكم الفيديو الجاي، وكنت معاكم مروة الإبياوي. أشوفكم كل الخير والحب.